عمرك حسيت إن دماغك بقت مشغولة طول الوقت ومهما تعمل مش قادر تركز؟ تفتح كتاب أو تحاول تخلص شغل وفجأة تلاقي إيدك راحت على الموبايل من غير ما تحس. اللي بيحصل ده مش صدفة، دي حاجة اسمها تعفن الدماغ وأخطر مما تتخيل. الموضوع مش هزار، كل سوايب بتعمله على السوشيال ميديا بيدي دماغك جرعة صغيرة من الدوبامين، وده نفس اللي بيحصل مع اللي بيلعبوا قمار، مرة تكسب ومرة تخسر، وده اللي بيخلي دماغك عايزة تعيد التجربة تاني. النتيجة وقتك بيضيع بالساعات وتركيزك بيقل وأبسط مهمة تبان تقيلة جدا. المصيبة إنك مش واخد بالك، بتحس إن ده عادي، لكن الحقيقة إن دماغك بتتعود على المتعة السريعة وتفقد قدرتها على الصبر أو التركيز الطويل. طب والحل؟ عايزك تجرب معايا الثلاث خطوات البسيطة دول. أول 15 دقيقة بعد ما تصحى وآخر 15 دقيقة قبل ما تنام من غير موبايل. لو عندك شغل أو مذاكرة استخدم قاعدة ال 25 دقيقة تركيز وخمس دقايق راحة، يعني تذاكر أو تشتغل لمدة 25 دقيقة وتاخد راحة لمدة 5 دقايق، ده بيساعد عقلك إنه يريكفر. بدل ما تمسك الموبايل اعمل أي رياضة سريعة زي 10 ضغط أو تمشي فترة صغيرة في مكانك، هيديك نفس الدوبامين ونفس الإحساس بس من غير ما تدمر تركيزك. الاختبار ليك دلوقتي، اقفل الفيديو واظبط تايمر دقيقتين ونفذ أول خطوة صغيرة في مهمة مأجلها، حتى لو بسيطة زي إنك تروق أوضتك مثلا. وعايزك تكتب لي في الكومنتات نصيحة لأي حد يقراها من بعدك ونفيد بعض. وما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة. سلام.